حضرتك كمحامي واني كمقدم برامج امنيه صار لي 16 سنه، فنعرف التفاصيل كامله. اللي يطب المركز الشرطه وهو اصلا يعني صاحب قضيه وصاحب حق، انت تعرف شلون؟ نعم. يكون مهان، صح. ما يطب طبه حقيقيه ويوقف ويقول انا اريد حقي وكذا، يوقف بالباب يهان يقعد بغير. انا ما دا اقول للكل، الاغلب اكو الاغلب. نعم. احسنت. اكو اهمال اتجاه المدعين بالحق الشخصي اصحاب الحق. انت كمركز شرطه قاعد في خدمه الشعب. صح. انت يجي المواطن يقعد وانت تقوم. صح. لا تعرف شلون؟ منطق. سنه لما بالليل والله ضابط الخفر نايم، المفوض نايم، لما يطلع يكتب لك افاده عاوج وجهه، يدور على قلم، يدور على ورقه، يستخدم يكتب الكلام اللي هو يريده، روح باكر الصبح تعال. اما اكو قضيه مهمه جدا هم اريد اوصلها الى معالي وزير الداخليه. البعض وليس الكل المبلغين بمراكز الشرطه اذا مو حمره معجونيه ما تمشي الامور. ده تعرف شلون؟ ما اروح ابلغ، ما اروح اركض، ما اروح كذا. وين يجون؟ يجون على الناس المعروفين يتعاملون وياهم قانونيا كانما بالسويد، حتى يبينون انه اكو هم مهتمين بهذا الموضوع. ترى كل الامور مكشوفه تجاه المجتمع. ماكو عراقي ما يعرف هذا ايش قد ياخذ، هذا شنو تعامله، هذا المركز شنو. اكو ناس هسه تخابرني اقول له انت وين قاطع مسؤوليتك؟ وين الجريمه صايره؟ على سبيل المثال، على سبيل المثال بالحسينيه اقول له يروح المركز شرطه الحسينيه، يقول لي استاذ ماكو غير مركز اروح. اقول له مو لازم ضمن قاطع المسؤوليه بالقانون، ما يصير. اكيد الجريمه واقعه بالحسينيه ادزك وين مثلا؟ صح. الى مركز شرطه المنصور مو منطق ادزك. فهاي قضيه مهمه جدا نثيرها الى اصحاب الاختصاص.